تعرف ان الشخص المتربي هو اكتر واحد تعبان في الزمن ده؟ طب تعرف ان الشخص المحترم هو اكتر واحد بيعاني وبيتعرض لاساءات من الناس؟ يا ريت تقولي رايك ايه في التعليقات. انت مع الكلام ده ولا ضده؟ وقبل ما اقول لك رايي ايه، تعالى نصلي على الحبيب سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام عشان لقائنا يكون مبارك، وبعدين اسمعها مني. الكلام ده كذب وافتراء وعمره ما هيكون حقيقي ابدا، وانت لو بتردده احترس. انت كده واقع في اسم كبير، لانك بكده انت بتشجع على غياب القيم والمبادئ والاخلاق. ما هو انت لما تقول ان اكتر واحد متربي ومحترم هو التعبان في الزمن ده، يبقى انت بتقول يلا بقى نعلم ولادنا البلطجة وقلة الاحترام. هو ده اللي هيعرف ياخد حقه في الزمن ده. لكن الصح ان انا اقول ان الشخص الساذج هو اكتر واحد تعبان في الزمن ده، مش الشخص الطيب. لا لا لا، والفرق بينهم كبير جدا زي السماء والارض. لان انا لما هربي ابني او بنتي هعلمهم الدين، هعلمهم الاخلاق والاحترام، لكن في نفس الوقت هنمي عندهم جانب مهم جدا جدا، وهو ازاي يقدر ياخد حقه، وعرفه ازاي يميز بين الشخص الوحش والحلو. مش هسيبه لحد ما يبقى ساذج ويضحك عليه وارجع اقول اصلا انا ربيته على الطيبه والاخلاق عشان كده هو حقه مهضوم. لا لا لا، السذاجه عمرها ما كانت طيبه ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطوي بشره عن احد، ولكنه في نفس الوقت كان بيحذر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ما حدش فينا في اخلاقه ولا في تربيته ولا في قيمه، لكن في نفس الوقت كان بيحذر الناس. فما تقوليش عشان انا شخص متسامح ومتربي هبقى ساذج وضعيف وما اعرفش اخد حقي. لا لا لا، انا لما هكون طيب هكون طيب في الوقت اللي المفروض اكون فيه طيب، وهكون متسامح مع الناس اللي تستحق التسامح. لكن في وقت تاني لازم اكون قوي واخد حقي وما يضحكش عليا. عشان كده خدها قاعدة، زي ما تعلم ابنك الطيبة والأخلاق علمه التوازن، علمه إنه يكون قوي، علمه برضه إن القوة دي لازم يوجهها في مكانها الصح وفي وقتها الصح، مش يفتري بيها على خلق الله. نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت بقى تيجي تقولي ان الطيب ضعيف، المتربي مغلوب على امره؟ لا ابدا، استحاله. احنا بس اللي مش عارفين نفرق بين الطيب والساذج. فلو كنت طيب اوعى تخاف ولا تتهز ولا تقول انا مش هعرف اخد حقي في الزمن ده، انا الزمن هيجي عليا. اوعى تبقى في يوم من الايام شخص ساذج بيضحك عليه بكلمتين حلوين ولا بشويه وعود ملهمش اي اساس من الصحه، وما تقوليش اصل انا بيضحك عليا عشان انا شخص طيب. لا لا لا، دي عمرها ما كانت طيبه ابدا. المؤمن كيس فطن، فاقرا الكتاب من عنوانه، وما تخليش حد يجي عليك ويظلمك، وكله بالادب والاحترام والاصول. لان الادب ملهوش علاقه ابدا بانك تبقى شخص ضعيف او قليل الحيله. الخلاصه، الشخص المتربي المحترم هو اكتر واحد هيعرف ياخد حقه في الزمن ده بالاصول وبالاحترام. ما دمت وصلت لحد هنا يبقى انت اكيد استفدت من الفيديو، لانك تفيد غيرك وتشاركني في الاجر والثواب. بحبكم في الله. هدية محمود.